كل شيء نصلي ونسلموا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات، ونروح نشهيكم بوصفتنا تاع نهار اليوم. أكيد معشوقة الجزائريين اللي يحبوها يعني كبار وصغار، حلوة الطابع. اليوم جبتها لكم يا البنات، واش نقول لكم، بواحد المكونات وواحد الأسرار يعطيوها خفة. وشوفوا كيف تيجي، والله صدقوني تقول موسكوتشو صراحة من أروع الوصفات اللي أنا جربتهم وانتم تاني رايحين تجربوهم. هيا وحبيباتي، ما تنساوش دعم الفيديو، تخليوا لي ديما نقول لكم آراءكم أو تعليقاتكم في التعليق. نسميو بسم الله. كيما راكم تشوفون اليوم الوصفه تاعي درتها بزوج حبات تاع البيض. تحكموا البيض نتاعكم تكيلوه باي كيله يعني تجي عندكم فنجان الكاس، المهم الكيله هذيك هي اللي رايحين تكملوا بها. كيلت انا في هذيك الوحده جاتني قد ضفت عليها رشه تاع الملح، نخلط شويه كيما راكم تشوفوا، ونزيد بنفس الكيله كيلو السكر حبيبات. شوفوا انا البنات في العاده كيكون لي البيض بزاف، مثلا كي ندير 4 بيضات ديما البيضه الثالثه نحط منها غير البياض والصفار نقتصدو اكيد باش ندير به. درك مادامهم يعني 2 بيضات الكميه ديجا راهي قليله، على هذه حطيت البيضات كاملين. خلطت هذاك السكر مليح حتى داب معاي. كي داب السكر وتغير اللون تاعو ضفت له مغرف بومبي نتاع لافاني، وزدت كملت كيله نتاع الزيت. تبعوا معايا البنات لانه السر كامل هنايا في الاضافه هذه، باه تتفاداو انكم تضيفوا النشا للكاطو تاعكم. يعني كاين بزاف اللي ما يحبوش النشا في الحلويات هادو التقليديه، وانا واحده منهم. ديما نعوضهم بالزيت، نضيف الكيله الاولى على دفعات، يعني عمركم لا تضيفوه مره واحده، ضيفوه بالعقل وخلطوا. كل ما تلقاوه انسجم ودخل زيدوا ضيفوا الكميه الاخرى، ومن بعد نروح نضيف مقدار اصبع، يعني اي كيل تستعملوه. فهمتوني؟ هذا الكيل تاعي صغير ضفت مقدار اصبع. اذا كان مثلا الكاس ضيفوا ديما كاس وربع تاع الزيت، يعني واحد 2 اصابع. فهمتيوني يا البنات؟ يعني هذا هو اللي يعطينا الخفه والقرمشه بلا ما تضطروا تضيفوا النشا. قلت لكم اذا استعملتيو كيله كبيره ديما ديروا ربع كيله خلاف زايده. وضفت لها المكون هذا اللي زاد عطالي بنه وخفه وتحميره للكاطو تاعي، واللي هي مغرف صغيره تاع العسل. هذه في 2 حبات تاع بيض. اذا ضاعفتي والبنات ودرتي 4 بيضات ضيفوا المغرف الكبيره. وبديت نضيف هنايا في النشا كيما راكم تشوفوا. نورمالمون في 2 بيضات رايحه نضيف كيس تاع خميره كيميائيه. انا بصح ما ضفتش كيس. الكيس هذاك شفتيه الكميه اللي نقصت منه تقريبا نص مغرف، يعني نتاع الخميره نقصتها من الباكي وعوضتها على راس المغرف بيكربونات. فهمتوني يا البنات؟ البيكربونات هذه راح تزيد تعطيكم خفه وتحميره وبنه لهاد الحلوى نتاعكم صدقوني. يعني مهما صح درت اضافات، بصح والله صدقوني يا البنات جات احسن من الوصفه الحقيقيه والتقليديه. وجربوها وردوا عليا يا البنات. ديروا برك الثقه في وصفاتي وجربوهم بربي ان شاء الله مستحيل رايحه نخيبكم في اي وصفه. رايحين درك تزيدوا تخلطوا بالفارينه، ديروا عجينه طريه تقريبا تتلاصق في اليد، بصح ماشي جاريه خلاص لي سايحه، خاطر كاين سر خلاف. درك انا العجينه هذه نروح نعجنها. اللي شافوا وصفه اللمبوط نتاعي، وصفه الكروكي، وصفاتي كامل اللي درت التقليديه هذو وانا نديرهم بطريقه العجن. تعجنوهم ما تخافوا، ما واللي يقول لي تخرج العلك نورمال عادي يا البنات. هذا هو العجن اللي يعطيكم الخفه هذيك، وتلقاوه يترشق وحده معاكم الكاطو. وقد ما يطول البنات على قد ما يزيد يخفف معاكم، ماشي من هذاك الكاطو اللي يدكس لكم. والله صدقوني يا البنات هذه الطريقه ماشي غير ناجحه 100%، لكن كاين اكثر من مليار ناجحه اكثر من مليار. المهم شوفوا يا البنات العجينه تاعي بعد ما عجنتها مده 5 دقائق درتها في الساشي ولحتها للفريجيدير. شوفوا هنا يا البنات انا طيشتها في الفريجيدير واحد ساعتين، نسيتها خلاص ووليت جيت نخدمها. شوفوا مباشره من الفريجيدير. العجينه بصح لازم تخليوها طريه، صدقوني هذه هي النتيجه المثاليه اللي تحوسوا عليها. السر كامل نصه في المكونات وفي طريقة العجن، والطريقة هذه الاخرى اللي عطاتني نتيجة مثالية. على بالكم من البرودة للسخانة يتشوكا هذاك الكاطو. وهذه الطريقة ديروها لشتت في واش سميتها في يا ربي في الغريبية تاني كيف من الأحسن أنه كي تخدموها تحطوها في الفريجيدير. شوفوا أنا هنا راني نوري لكم أنا يعني شوف القيس مرات درتو شوية خشين عادي يا البنات، عاودوا عدلوها
وديروا الرق اللي حبيتي. وانا ما حبيتهمش يكونوا خشان حبيتهم يكونوا متوسطين واصلا غير يدخلوا يتفلقوا معانا ويجيونا بومبي. شوفوا هنا عاود زدت نحيتها عدلتها من اول وجديد. الاصحاب المشاريع ننصحكم يعني كي ديروا الحلوى تاع الطابع ديروا بطابع واحد هكذا خير، ما ديروا تغيروا في الطوابع. شوفوا يا البنات درت لي تلت حرابش مباشره هما باردين. الفرينه ما تكتروش البنات كي تطرحوها، ضيفوه شويه برك. الطابع تاعي نديرو في الفرينه ونبدا نطبع. شوفوا هذا هو تقريبا القيس اللي نحوس عليه. نكمل الحبات تاعي كاملين بنفس الطريقه. الفرن تاعي راهو يسخن على 150 درجه. مباشره نحطها طيب في الرف الوسط ونخليها طيب البنات. يعني الفرن لازم تسخنوه مليح. تسمى كي تدخلوها ديجاك الفرن راهو سخون، ما تحطوها في الرف الوسط طيب معاكم من التحت في نفس الوقت تتفلق. وكي طيب لكم وتلقاوها ديجا بدات تتشقق وطابت لكم من التحت شعلوا لها من الفوق. كمل الكميه تاعي يعني 2 حبات تاع بيض الله يبارك داروا لي بلاطو معمر. نخلي هذيك اللي خدمتها ونخدم بعجينه جديده هكذا باش تيجي كيما نقولوا الشكل تاعها ما يتبدلش. شوفوا البنات ساهله خلاص. من الاحسن اللي عندها طابي كيما هذا تستعملوا، واللي ما عندهاش دير نورمال فوق سطح العمل. نفضل ندير الطريقه هذه تاع الحرابش خير ما نطرحها كامله. مام العجينه تاعي ما تنشفليش كي تعود بالطريقه هذه. لي شيت يعني ما يقعدوش بزاف. يعني جربوها بهذه الطريقه وبهذه لي زاستيس اللي مديت لكم. هذه هي الكميه اللي داروا لي 2 حبات تاع بيض. بالنسبه للحجم البنات وكان يعني ماهيش خشينه بزاف وماهيش رقيقه بزاف، ما ترقوهاش. جبت صفار بيضاء ضفت له شويه تاع الزيت وقطرات تاع الحليب وبديت ندهن في وجه الحلوى نتاعي كيما راكم تشوفوا. زينتها بهذيك الحلوى تاع الفيرميسيل الملونه. هنا البنات راني نعدل برك في الشكل تاع الورده تاعي. جبت كيغدون والحواشي هذوك قاعده نمور فيهم باش تجيني الحبه تاعي باهيه وكي تتفلق تعطينا شكل باهي. الفيديو تاع اليوم البنات لميت لكم جميع النصائح تاع حلوى الطابع، واللي بربي ان شاء الله اذا جربتيوها رايحه تولي وصفتكم المعتمده. ضيفوا لي هذوك المكونات اللي قلت لكم عليهم. ما تنساوش طريقه العجن البنات وما تخافوش، لانه بزاف اللي ما جربوش وصفاتي اكيد ما راحينش يديروا فيا ثقه 100% ويخافوا يقولوا لك كي نعجنوها تخرج الجلوتين وما على بالهمش باللي هذاك العجن هو اللي يزيد يعطيني خفه للحلويات التقليديه تاعي. وكاين بزاف مشتركات يعني جربوا وصفاتي تاع الكروكي واللمبوط هاد العيد وبهرتهم وعجبتهم النتيجه. الحلوى تاعي بعد ما وجدت شوفوا يا البنات هذاك اللون وشوفوا لي هذاك التشقاق كيما يحب الخاطر بلا ما نحكي لكم على الذوق تاع العسل اللي زاد عطالي بنه للحلوى تاعي. وتيجيكم الحلاوه معتدله البنات، ما تخافوا ما تقولوا الحلاوه يعني زايده، بالعكس تيجيكم الحلاوه معتدله. وهنايا البنات جبت لكم هذه الفكره برك اللي تحب ديرها كمشروع. هم السواشي هادو يتباعوا عند تاع لوازم الحلويات ولا المواد الغذائيه تقدروا تشريوهم وديروهم هكذا كل 2 حبات مع بعضهم. كيما تاني تقدروا ديروهم في الحفلات، تقدروا ديروهم لمجال وليداتكم. المهم 2 حبات. ديما نقول لكم سقسيو على السعر تاع المنطقه اللي تسكنوا فيها. يمكن الحبه ب 3000 ولا ب 4000 وتقدروا ديروهم كمشروع الله يبارك. ديروا كميه وتعمروا الكارطونه تاعكم وتمدوهم يبيعوهم لكم في يعني في الحوانت ولا لي سوبيرات. ان شاء الله في هذه الوصفه نكون فتكم البنات ولو بالقليل. نتوما برك ما تنساونيش كيما انا ما ننساكمش حبيباتي، ونعطيكم ديما الحاجه اللي تفرحكم. ان شاء الله ديما نرجعوا مع بعضنا الوصفات الزمن الجميل. انا على بالكم تقليديه 100% ونموت على التقليدي. شوفوا لي هذيك التحميره من التحت وشوفوا لي هذيك الخفه. نتلاقاو في فيديو جديد. سلام.